انه يجيب حتى صحابو يتعداو عليها، يتخلص من صحابو على ظهر شرف البنت وكرامتها. كانت كتصيفط ليه تصويرات خاصين بها واللي انتيم بزاف، اللي مع الوقت غادي يستعملهم ضدها. كان بالاراده ديال ماماها اللي لدابا مازال كتبزز عليها انها تخرج تخدم وتجيب ليها الفلوس باي طريقه. دارت صاحبتها الجديده واللي زاد تخرجت عليها اكثر من داكشي اللي كانت طايحه فيه بنتنا حسناء، باش انها كتقول لي حملات زوج ديال المرات وطيحاتهم. هاي ماي تيم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا مزيانين. مرحبا بكم في فيديو جديده. رمضان كريم بعدا يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر، ونتمنى تكونوا ما كثرتوش من الشهوات بزاف، لان الضياعه ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى. وديروا الخير، صدقوا للناس المحتاجين فهاد الشهر ديال العباده ومغفره الذنوب وماشي ديال الشهوات والقص، لان بزاف اللي كيقلبوا على هذيك النعمه وما لقاوهاش. الحمد لله على خيرات بلادنا، والحمد لله على هذا الشهر الفضيل. الله يجعلوا لنا بمغفره الذنوب يا رب. باش ما نطولش عليكم بزاف، يلا نبداو بقضيه اليوم غادي نعاود لكم قضيه حقيقيه ديال متابعه من بين المتابعات ديال قناه وفاء تيلز. شكرا بزاف لثقتكم فيا، شكرا لانكم كتشاركوا معايا القصص ديالكم، الواقع المر ديالكم، واهم حاجه هما انكم كتحسوني انكم كترتاحوا ليا. داكشي علاش كتقصدوني وتعاودوا لي القصص ديالكم، واهم حاجه هو الثقه اللي كتكون بيناتنا والسريه اللي امبوسيبل يجي شي نهار ونخذلكم فيها. صراحه بغيت اول حاجه قبل ما نعاود القضيه ديالها، بغيت نطلب منها السماحه ونطلب من بزاف ديال الناس اللي كانوا تواصلوا معايا في 2023 باش نعاود القصص ديالهم، ولكن نظرا لظروفي الخاصه ما قدرتش نعاود القصص ديالهم، بحكم انه ملي كيكون في راسي بزاف ديال الحاجات نقضيهم وبزاف ديال الحاجات شاغليني، فما نقدرش نعاود انا قضيه بلا ما نحس بها. كنبغي ملي نعاود لكم شي قضيه اولا قصه ديال الناس اللي متابعيني سورتو نكون متفرغه ليها وعقلي خاوي ومركزه غير معاه، باش هكا نعاودها لكم بقلبي وتوصلكم لقلبكم وتحسوا بهذاك الشخص اللي عاود لنا القصه ديالو. هذا هو الاوبجيكتيف ديالي انا من هذه القناه، هو اننا كنا نديروا يد في يد ونعاونوا بعضياتنا ونحسوا ببعضياتنا ونلقاو ناس اللي تسمع لينا وتفيدنا وتنصحنا وفي نفس الوقت ينصحونا انطلاقا من التجارب ديالهم الناجحه او الفاشله. اسمحي لي بزاف لانني تعطلت في سرد القصه ديالك وما كانش عند حسن ظنك انني نعاودها في اقرب وقت. كنعتذر مره اخرى، ويلا ندخلوا في قضيه الحسناء ديالنا، البنوته الصغيره اللي في عمرها غير 18 عام. يلا بدات في الحياه وقالت بسم الله. قضيه بنتنا حسناء واللي هو فقط اسم مستعار بحكم سريه القصه، واختاريت لها انا اسم حسناء بحكم انها واحد البنوته زوينه غزاله ما شاء الله عليها تبارك الرحمن. حسناء عاشت في اسره كلها مشاكل. الاب ديما كيدخل للدار بالليل سكران، تيغوت وتيدير الصداع، والجيران كلها كتفيق بكثره ما كيغوت ويتخاصم مع مراته، واللي غادي نسميو مراته ام ربيعه، بحكم ان حسناء كتعاود واحد الجزء من القصه ديالها على الام ديالها، واللي غادي تفاجئكم كيف ما تفاجات حتى انا. فربيعه واخا تحملات راجلها واحد المده ديال الوقت، ولكن مع الوقت ما بقاش قادره تتحمل. ديما المشاكل بالليل وديما الصداع والغوات خلاها تبقى تهرب من راجلها وتلجا لوليداتها باش ينوضوا يسكتوا باباهم، بحكم انهم هما الوحيدين اللي كيسمع ليهم باباهم، اولا نقدروا نقولوا هما نقطه الضعف ديالو. وبحكم ان البنت الكبيره مزوجه، فديما الام كانت كتمشي عند بنتها المتوسطه واللي سميناها حسناء، رغم من صغر السن ديالها واللي كانت بدات تدخل في هذه المشاكل من الصغر ديالها، لدرجه ان رجع عندها بحال الروتين الليلي كل ليله خاصها تنوض ديرو مع باباها. كتسكتو كتكلميه، كتبقى معاه حتى كيتكلموا وينعس، عاد كترجع لبيتها تنعس، وفي الصباح ضروري خاصها تفيق في الصباح بكري باش تمشي لقرايتها، وخاصها تركز مع الاساتذه في الدروس ديالها. واخا ان حسناء تبارك الله عليها كانت قرايه وكانت كتكلاصا ديما باغمي لي ميور في القسم ديالها، نظرا لانهم تيزيدوا ليها السوايع تيتهلاو فيها، حتى الكسوه كانت كتلبس غير لي مارك. دونك نقدروا نفهموا ان من الناحيه الماديه ما هلي فيها باباها، ولكن من الناحيه النفسيه ما مرتاحاش وما كتنعش بالليل كامل، وهذا الشيء صعيب بزاف لاي طفله تعيشه. هاد الشيء مع الوقت اثر بزاف على النفسيه ديال بنتنا حسناء، واخا كانت كتبغي باباها بزاف وكتحترمه، لكثره ما ولات كتعيش هذاك المعاناه ديالها في الليل مع باباها خلاها ديما كتحس بنقص الحنان من باباها. واكيد ملي كتكون طفله باقا ما وصلتش لسن الرشد، سورتو في فتره المراهقه، فهاد الشيء كيأثر بزاف على النفسيه ديالها، الشيء اللي خلاها انها تمشي تقلب على الحنان على برا.
تعرفات على واحد الولد اللي كان كيقرا معاها في الكوليج فاش كان في عمرها 16 عام، بغاتو وتعلقات به وبقات كتعاود ليه مشاكلها كامله اللي كتعيشها في دارهم، اللي كان كيحس بها بزاف لدرجه انه تقرب منها اكثر من اللازم. ولكن بنتنا حسناء بالرغم من صغر السن ديالها كانت كتخاف على راسها وشرفها، واخا كانت قريبه منه وكتبغيه وكتبادلوا نفس المشاعر، ديما رافضه انها تكون شي علاقه خارجه على اطار الزواج، لانها كتخاف على راسها وكتخاف حتى من والديها. فالولد ما لقى ما يصور منها، ولكن واخا هكاك ما استسلمش، بقى ديما معاها وفي جنبها وكيسمع ليها نهار على نهار نهار على نهار، حتى تطورت العلاقه بيناتهم كتابيا. يعني هكا غادي نفهموا انها كانت كتصيفط ليه تصورات خاصين بها واللي انتيم بزاف، اللي مع الوقت غادي يستعملهم ضدها. دونك ما دازتش مده طويله على العلاقه اللي كانت بيناتهم حتى ولا كيستفزها بهم، لدرجه انه ولا كيهددها انها الا مشات حتى ما جاتش عنده ودار داكشي اللي باغي هو غادي يشوهها ويلوح تصاورها في الجروب ديال الكوليج كامل. هادشي خلاها تخاف بزاف على راسها، سورتو من باباها لانه صعيب بزاف. واخا عيات ما تهرب ما قدراتش تفك منه بحكم انه هددها بجميع الطرق، وفي الاخير استسلمت الامر الواقع ودارت داكشي اللي باغي هو. واخا كان يسحب ليها غتكون هذيك اول واخر مره اللي غادي يدير ليه داكشي اللي بغا وصافي ينساها ويمسح دوك التصاورات اللي كانوا عنده. ولكن للاسف واخا خدا ليها شرفها وداس ليها كرامتها الارض، بقى غير مازال زايد فيه. كل مره تيهددها بنفس التصاور اللي عنده، وكل ما كتجي على كانتو كيعيط ليها وبزاف عليها خاصها تمشي لعنده. مع الوقت امور زادت تطورات اكثر، عوض ما كان غير هو اللي تعدى عليها بوحدو، قرر انه يجيب حتى صحابو يتعداو عليها، بحكم انه واحد النهار عيط ليها على اساس غتمشي لعنده. فاش مشات للدار فاجات ان صحابو كاملين تما، كلهم كيستناوها، تعداو عليها كاملين، تكرفصوا عليها بالمزيان. والغريب في هذا الشيء واللي زاد شمئزني اكثر واكثر هو كان كيتخلص من صحابه على ظهر شرف البنت وكرامتها، البنت اللي تقت فيه وحسبته باباها وخوها، واللي كانت كتشوفه هو الانسان الوحيد اللي غادي يعوضها في حنان الاب والاسره. ولكن شوفوا للاسف فين وصلته الواقع، شوفوا شنو دار في البنت، تعدى عليها وزاد جاب الناس اللي تعداو عليها. تخيلوا معايا ان هذا الشيء استمر لمده 3 سنين، 3 سنين وهو مجرجرها ومعيشها نفس العذاب. بنتنا حسناء ملي وقع ليها هذا المشكل مع السيد اللي كانت تايقه فيه ودايره فيه عقلها كامل، بحكم انها تصدمات ما قدراتش تصبر تخلي هذا السر بينها وبينه هو اللي جرجرها وخلاها تخرج لها الطريق. كانت كتقلب غير على الشخص المناسب اللي غتعاود ليها القصه ديالها واللي غادي ينصحها ويعاونها كيفاش تفك منه. لكن للاسف انها طاحت في انسانه قبيحه وخبيثه كفس من هذاك الانسان اللي تعرفت عليه. دارت صاحبتها جديده واللي زادت خرجت عليها اكثر من داكشي اللي كانت طايحه فيه بنتنا حسناء، لدرجه انها غير بدات كتعاود ليها على المشاكل اللي وقعت ليها مع داك السيد والمشاكل اللي عندها في دارهم مع باباها وماماها وخوتها. عوض ما تنصحها صاحبتها وتقول لها صبري او لا قراي وركزي في قرايتك، عطاتها طريق واحده اخرى اللي زينتها ليها في الاول بزاف، وقالت لها الا بغيتي تنسي هاد المشاكل شمي لك هادي غتنسي كلشي وغتعيشي السعاده. وانتم فاهميني شنو عطاتها، واللي ما يمكنش ليا نذكرها لكم في الفيديو حيت ممنوعين في اليوتيوب، دونك غادي نختصرها لكم في الممنوعات. وداك الشيء اللي كان بنتنا حسناء جربات المره الاولى وعجبها الحال بزاف، بحكم انها عاشت في واحد العالم اخر واللي خرجها من هذاك العالم الخبيث اللي كانت عايشه فيه. وكيف ما كتقول هي مؤقتا كتنسى واحد شويه الالام اللي كتعيشها كل نهار. بدات شويه بشويه الادمان. نقدروا نفهموا ان السيده في عمر 16 عام دارت بزاف ديال البليات لدرجه انها ما بقاتش قادره انها تعيش حياتها عاديه بحالنا وما دير حتى شي حاجه، ولات اي حاجه بغات ديرها في حياتها ضروري خاصها تكون فاقده الوعي ديالها. فبنتنا حسناء بحكم المشاكل اللي مرات بهم في حياتها من صغر السن ديالها، بالرغم من قوه الصبر ديالها لهذوك المشاكل العائليه، الا واثروا عليها بزاف. داكشي علاش خلى هذا الشيء اثر على النفسيه ديالها لدرجه انها ولات ديما مخاصمه مع الاساتذه ديالها، ديما مضاربه معاهم وديما مجريين عليها ودايرين بها تقارير، لدرجه انهم كانوا كيقولوا عليها انها بنت الفشوش، فشوها والديها بزاف. داكشي علاش ما لقاتش اللي يجمعها وما كيفها حد وعايشه حياه زوينه. وحسب القول ديالها تقول ان الواقع حاجه اخرى غير داكشي اللي كيتخيلوه عليا، وانهم حكموا عليا فقط بالمظهر ديالي بحكم انني كنلبس غير الماركات وكنت زوينه وعاطيه العين وباينه بنت الفشوش. هادشي خلاها تنقص في المستوى الدراسي ديالها. من البنت كانت كتكلاص
راسها باغمي لي ميور في القسم ديالها. البنت نيل لدرجه انها سقطات في الثالثه اعدادي. هادشي اللي خلاها ما تقبلش راسها وما ترضاش حدا التلاميذ اللي كيقراو معاها. فاش شافت راسها تعداو عليها وداك الشيء كامل وقع عليها خايب في حياتها بالرغم من صغر السن ديالها، ولات كتسهر كتخرج بالليل كتقلب على راسها باش تخلص وتشري ممنوعات اللي كانت كديرها بحكم انها غاليه بزاف وما يمكنش ليها توفرها لراسها. ان هادشي اللي كدير فيه بنتنا حسناء لدابا كان بالاراده ديال ماماها اللي لدابا مازال كتبزز عليها انها تخرج تخدم وتجيب ليها الفلوس باي طريقه. ما شغلهاش هي بنتها تبقى عايشه ميته، قتلوها في الزنقه بالليل، تموت بجرعه زائده ديال لاضو، ما شغلهاش. وهذا الشيء كيدار كل ليله بنتنا حسناء بزاف عليها خصها تخرج تخدم، بزاف عليها خصها تمشي تبيع راسها باش تجيب الفلوس. ما نحقهاش تقول لا، ان الا مشات قالت لا غتفضحها مع باباها وخوتها. بس سولتها واش ماماك عارفه انك كديري جميع انواع الممنوعات ولا على الاقل عارفاك تتكمي؟ فالاجابه ديالها صدماتني فعلا، لانها فعلا جاوبتني بمنطقيه بحكم انها قالت لي ان ماما هي اللي كتحل لي الباب الليل فاش كندخل للدار، وانا كل ليله فاش كنخرج ضروري ما نتقرقب وما يمكنش ليا نكون واعيه داكشي اللي كندير به في الليل بحكم اني ما كنتحملش وكنشمئز من راسي انني كنمشي نبيع راسي باش نجيب لماما الفلوس. وانا اكيده ان ماما فاش كندخل بالليل ما يمكنش ما تكونش شمات ريحه الشراب وريحه الكارو فاش كتدخل للدار، انها عارفه ولكن ما بغاتش تواجهني مباشره، وبالعكس هي معاوناني ومساعداني باش انني نخرج نخدم ونجيب ليها الفلوس. في نفس الوقت سولتها واش ماماها كتعامل هكا غير معاها ولا حتى مع خواتاتها الاخرين وخوتها، وقالت لي ان بنتها الكبيره متفاهمه معاها بزاف وقريبه منها لدرجه ان وحده ما كتفوت وحده وبزوجهم صحابات. اما هي والبنت الصغيره فهما بزوجات قرابات لبعضياتهم وحنانات في بعضياتهم. وقالت لي انهم ما متفاهمينش بزاف مع ماماهم حتى مع اختهم الكبيره اللي هي ديجا مزوجه وبدارها. وفي نفس الوقت صدماتني فاش قالت لي ان ماماها واحد الانسانه اللي قبيحه، انسانه ما مزياناش سورتو من ناحيه الشرك بالله بحكم انها كتسحر للناس وكتغير منهم بزاف، لدرجه انه وهي كتعاود لي المعاناه ديالها هي ان كل ليله فاش كتخرج للزنقه تعداو عليها بزاف ديال الحيوانات تكرفسوا عليها بالمزيان، واخا ما كتكونش هي باغا ولكن هما باغيين يديروا فيها داكشي اللي بغاوه، كيستغلوا الضعف ديالها والاسره اللي ما كايناش في كتافها. ما يمكنش دوز شي ليله ما تبكيش فيها، ديما كتبكي وما بقاتش باغا تكون في الوعي ديالها وهما كيتعداو عليها، لدرجه انها كتقول لي حملات زوج ديال المرات طيحاتهم. صراحه فاش قالتها لي تاثرت بزاف وبقى فيا الحال بزاف على هاد البنت اللي يلاه دارت 18 عام، دوزات المعاناه 3 سنين هادي ملي كان في عمرها 15، وسورتو ملي قالت لي انها طيحات الروح من كرشها باش تستر على داكشي اللي وقع عليها، وان داكشي اللي وقع عليها اصلا غير تعداو عليها، بقات فيا وقطعات ليا قلبي، بقات فيا بزاف. وكنقول ما يمكنش انهم فعلا تكون شي ام بحال هكا ما في قلبهاش الرحمه، ما يمكنش ما تحسش ببنتها الكبده هذيك. وما بغيتش نتخيلها وما بغيتش نطيق، ولو ان هادشي اللي كتعاودوا البنت صحيح 100%، هادشي اثر عليا، فما بالك من البنت اللي مسكينه باقا صغيره ديما كل ما كتحط راسها على الوساده كتبكي، ما عمرها دوزات شي ليله بحال الناس، عمرها نعسات من بعد ما طيحات الروح من كرشها 2 المرات، ديما كيجيها عذاب الضمير، ندمانه بزاف على هاد الطريق اللي مشات فيها واللي ولات عايشه فيها. نتمنى تكون قضيه اليوم فاتكم، ولو انها انا بالنسبه لي غادي تعذبكم اكثر ما غتفيدكم، ولكن نصيحه للامهات كلهم ردوا البال الله يخليكم لوليداتكم، حافظوا عليهم، صونوهم، تقربوا منهم، حنوا فيهم، بركه ما تتبعوا الفلوس، بركه ما تتبعوا لي ريزو سوسيو تاثروا بداكشي اللي كتشوفوه. كلشي ولا باغي الدار، الطوموبيل، الحياه الكريمه، السفر، حتى واحد ما حمد الله وشكره للنعمه اللي عايش فيها، الوليدات اللي عطاهم ليه سيدي ربي. نتمنى هذا الكلام كيف ما اثر فيا ياثر فيكم حتى نتوما وتحسوا بالكلام اللي كنقولوا لكم. نتمنى واخا ما عرفتش انا اش نقول في هذه القضيه، ولكن والله العظيم الا بقى فيا الحال بزاف على البنت وبقى فيا الحال بزاف على الواقع اللي ولينا عايشين فيه، والله يهدينا اجمعين. وشكرا بزاف لكم، شكرا للدعم ديالكم، وبلا ما نطول عليكم، الله في راسكم، حتى الفيديو المجيء ان شاء الله. بسلامه.